السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقضي يوم جميل جدا مع بعض، هنعمل مشاوي وناكلها فوق السطح كده ونشوف. تعالوا هنجيب شوية بصل حلوين كده ونضربهم في الكبة، واحط عليهم ملح وفلفل وبهارات الشوي وبهارات الفراخ وعصرة من ليمونة اهي يا حبايبي قدامكم، وبخرت بيها الفراخ بعد ما غسلتها كويس واسيبها منقوعه من تاني يوم عشان اعملها. وعصرت عصرة ليمونه تاني. بعد كده هعمل البصله بتاعه الكفته، ونزلت على الكفته اهو. بس بهارات البصله بتاعه الكفته ما بحطش عليها بهارات الفراخ، بحط عليها فلفل اسود وحبهان وملح. ودلوقتي حته لحمه ضاني كده هعملها ايه قطع صغيره، عشان ايه لما تتحط في السيخ بتاع الشوي تستوي. دي لحمه ضاني. هعمل الطحينه اجهزها عقبال ما ايه تتنقع الحاجه في المرتة. دي بهارات زي جميله جدا، عامله زي النشا. حطيت شويه على الكفته عشان لما اجي اصبعها ما توقعش من السيخ، وبتدي طعم جميل جدا. ادي خلاص خلصت الحاجه لغايه ما نجهز الفحم عشان نشوي. شايف شكل اللحمه جميل ازاي. بصبع دلوقتي الكفته في السيخ وبجهزها. بصوا طلعنا بقى شوينا فوق السطح. مش عايزه اقول لكم على الجمال والروعه، وبجد يعني يوم ممتع ممتع ممتع، يعني بجد احلى حتى كمان من ما بتشوي بره. بصوا اللون يا حبايبي عامل ازاي. اتفضلوا معانا والف الف هنا وشفا. متنسوناش في الاشتراك. وانا بحط اهو بحطها على الفحم. جميله وروعه، والاجنحه دي طعمها جميل جدا، والريحه مش عايزه اقول لكم، يعني نفسي كلكم تبقوا معايا. متنسوناش يا حبيبي في الاشتراك. ايه رايكم؟ اليوم كان في منتهى الروعه. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب العالمين. ايه رايكم في المنظر والجمال؟